السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. اللي أول مرة يشوف بيتك بسيط مع فاطمة ما ينساش يدوس على كلمة اشتراك ويفعل الجرس عشان يجيلكوا كل جديد. بصراحة زي ما انتم شايفين المنظر كده صعب جدا، وأنا ما أقدرش أتحمل أقعد في التراب كده والدنيا متبهدلة، نفسيتي بتتعب وبتعصب وبتبقى حالتي صعبة جدا. تمام. فزي ما انتم شايفين كده هبدأ بالدولاب ده او المنظم دوت ده بيتحط فيه الميكروويف والقلاية. بس انا عشان ما كانش عندي مساحة كنت بحط فيه الحاجات بتاعت اللي هي فاضلة مني، ألمونيا صينية، مصف، حاجات كنت بحطها في الجزء اللي هو تحت. والدور الاخير كنت حاطه فيه بقى العجان او او المضرب البيض، الحاجات اللي هي زي كده، والخلاط كمان كنت بحطه فيها. صراحه كانت كويسه جدا وشايله معايا حاجات كتير جدا، وغير كده ان هي حديد تقيله وخشبها ممتاز. صراحه دي كانت جايه لي هديه والله. ف يعني كانت احلى من الهدايا، يعني جميله. فكانت نافعاني، شايله حاجات كتير جدا جدا. تمام يا بنات. فهنضف اللي يعمل ايه بقى بحته ناشفه كده، ننزل التراب كله، لازم التراب الاول ينزل. بعد ما ينزل التراب نبدا بقى بحته مبلوله ونعصرها كويس جدا، ونبدا بقى ايه نلمع ونشطف الحته ونلمع، يعني ما نمسكش الحته كده نمسحها من فوق لتحت بحته واحده، لا نغسلها كم مره علشان التراب ده ما يقعدش على السطح بتاع الحاجه وينشف، هتلاقوه هيجير. فمش هينفع بقى تبقى نظافة بأي كلام. يا اما لو عندك اللي هو بتاع الموبيليا دوت ممكن تلمعي بيه بقى، يمسح معاكي، واهم حاجه تكون فوطه تلم معاكي الترابه والحاجات دي كلها. بصوا زي ما انتم شايفين خلاص كده المرحله بقى هننشف. اهم حاجه بقى ننشف بحته برضو نضيفه، يعني 3 حتت تستخدميهم. تمام، حلوه الوصفه دي. 3 حتت تستخدميهم، حته تربي بيها التراب على الناشف، وحته نص ندى كده مبلوله، والحته التانية ناشفه خالص، وده يبقى اخر كلام ويبقى زي الفل. تمام يا بنات. يلا بينا بقى ايه، اصحي بكار وغلس عليه. طبعا انا قمت في نص الليل بالليل، اول ما قمت من النوم شفت المنظر ده خضني. قسما بالله العظيم قلت له لا انا ما اقعدش في المكان ده تاني ابدا. يلا، ولا منك ليه؟ انتوا مش قاعدين بتتفرجوا على التليفونات وبتلعبوا، وحتى تلاحظوا تلاقي بكار قايم زي اللي مضروب بالنور. اعملوا لايك. ومحمود يا حبيبي بقى ايه، قاعد يلم لي المواعين من على الترابيزه ويحط لي على الرخامه، وانا اخد وارص في الغساله. قلت لا، ما الغساله قاعده مريحه ومريحه بالجامد الايام اللي عدى عشان نوفر مسحوق. بس قلنا ده جاي وقتها بقى ان هي تمسك المواعين تغسلهم وتمرشهم، وكمان تعقمهم طبعا مع الاطباق والكوبايات والمعالق، كله دول بره، فكل ده اتأثر بالتراب والبكتيريا اللي كانت طايره في الجو. تمام. هنشغل الغسالة بتاعتنا، وعشان اسعف انا كمان هغسل على الحوض وننجز وكده. كنت هقول لكم ايه يا بنات والله نسيت. المهم تعملوا لايك وتسلموا لي يا رب. كل بنوته جميله كده قعدت تقول لي مبروك يا فاطمه، مبروك يا ماما، مبروك يا الله العظيم. الله يبارك فيكم ويفرح قلوبكم ويرضيكم، وبعزتك وجلاله يديكم. قسما بالله العظيم. حبيبي بقى محمود عمال لا يلم من هنا وهنا، وانا ايه ابدا ايه زي ما انتم شايفين كده احط في الغساله، هملاها غسيل. تمام، غسيل يا فاطمه المواعين. طبعا انا بحاول بعلي صوتي عشان العيال في الشارع ما شاء الله طبعا واخدين الاجازه، فلازم يروحوا يلعبوا تحت البلكونه بتاعتي ويهيصوا. بص الغساله واخدين بالكم من التراب اللي حوالين الارضيه؟ بصوا الارض عامله ازاي، يعني الشقه اتدمرت والله. بس هانت، فاضل على الحلو دق ولا دقتين. حاطين بقى الصابون بتاعنا، وحطيت حته قماش على الرخامه وحته على البوتاجاز عشان اللي انا صبينه بعزتك وجلال وجهك الكريم يا رب. آه، احطه هنا كده ينشف يتصفى يعني. تمام. خلاص بقى انا مش قادره اتحمل المنظر دوت، فانا هفضي كل اللي في الصاله، كل مواعين بقى وحلل واطباقي والكلام ده كله لغايه لما يبقوا زي الفل. هنخلص كل ده واخلي محمود بقى ايه حبيبي يمسك دولاب المطبخ اللي كان متعلق فوق ده، فاكرينه؟ اللي كان متعلق فوق البن ده كبير. طبعا لو شفتوا منظره مليان ترابه وحاجه صعبه جدا، فانا صدرته لمحمود، هو بقى اللي هيتعامل معاه وينضفوا لي ويخلوا لي فله
علشان المواعين كلها اللي هنغسلها وننضفها تخف من علينا شويه. والشغل كمان يخف شويه، يعني لو اوضه العيال تضرب تقلب، والاوضه بتاعتي السجاد، الدنيا يعني ايه تمام والحمد لله. انا عادل شويه وافتح الدولاب والاقي تراب جوه الدولاب، حقيقي والله مش بكلمكم بهزر. فكل حد عايز يوضب، عايز ينظف، عايز يعمل روتين. الروتين ايه يا فاطمه؟ انت دخلتي في حاله تنظيف ولا ايه؟ طالبه معاكي روتينات. بصي يا بنات، هتوضبي، فلازم حللك، اطباقك، كوباياتك، حاجتك في كراتين وتلزقيها عشان ما تعمليش عملتي اللي انا اتبهدلت فيها. تمام؟ يا اما بقى في اكياس جامده كده تحطي الحاجه بتاعتك وتربطيها كده وتشيليها. اه والله العظيم، يعني التراب كان بيخش بطريقه، بقول لك كان في الداخل في الهدوم. فحاول بقى ايه، ما تيجي توضبي التوضيبه اللي انا عملتها دي وسايبه حاجتي بعشم كده ورصاها في الصاله وعلى الترابيزات وحاطه هنا وهنا، بقى حاسه ايه كل ده اتدمر. فانتي بقى لما تيجي تعملي حاجه زي كده شيلي حاجتك في كراتين، مفيش كراتين يبقى اكياس واربطي، اكياس واربطي، علشان ما يحصلش اللي انا بعمله دلوقتي، ان انا غسلت كل المواعين بسبب التراب. واخدين بالكم انتوا؟ واسلاك تلاقي الترابه لازقه متبته مش عايزه تنهي، وعماله ايه احك فيها. ده كويس انا ما عنديش سلك مواعين، كنت عايزه امرش بالليل والله. بس يلا الحمد لله. ده اللي انتوا شايفينه يا بنات. دلوقتي محمود اهو دخل على الدولاب زي ما انا قلت له، هيبدا يفضي كل الحاجات اللي فيه. طبعا هو عريان من فوق، يعني الدولاب ده عريان من فوق ليه؟ فاكرين الرخامه اللي كانت جنب الشباك بتاعته ديت؟ طبعا بعد ما محمود هينضفه ويخليه زي الفل، تمام، ويشيل كل اللي عليه دوت، هنجيب الرخامه دي ونحطها عليه وندخله اوضه الاولاد، عشان المواعين اللي احنا غسلناها دي كلها نرصها في قلب منه. ونقفل بقى الدولاب دوت، ونقفل اوضه الاولاد علشان نشوفوا الجديد ايه اللي هنعملوه باذن الله. يا رب يعجبكم. وبجد انا بشكر كل الناس الجميله اللي بتدعمني وبتقف جنبي وبتدعيلي وبتعمل لي مشاهدات وبتعمل لي لايكات وحاجات جميله جدا 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 بصراحه. وقبل كل ده قبل كل ده اشكر رب العالمين ان هو سترني، كرمني، رزقني، عوضني، كل حاجة حلوة ربنا ادهاني فضل. ودعا لأمي ليا. بجد انا النهاردة كنت من الفرحة بضحك وبعيط قسما بالله العظيم. فالحمد لله، جبر الخواطر كبيرة قوي قوي عند رب العالمين. حتى لو جبرتي خاطر بني ادم بكلمة حلوة، اوعوا تكسروا خاطر حد، اوعوا تنيموا حد مكسور خاطر، اوعوا تظلموا حد لو بكلمه، اوعوا تجرحوا حد بكلمه. انتوا ممكن تاذي بني ادم وتجيب له المرض وتعلي ضغطه بسبب كلمه انت بتقوليها متغاظه او متضايقه او اي حاجه منه، بس ممكن تكوني سبب في مرضه. تفضلي العمر كله شايله الذنب وتبقي متضايقه، وتبقى حالتك كلها كرب في كرب في كرب. قسما بالله العظيم 3 خدوها نصيحه من امكم. الست اللي قدامكم دي اصبري، ارضي، احمدي ربنا طول الوقت. اللي هتشوفي اللي عندك ده احسن من اللي عند اي حد تاني، ان انت في نعمه مفيش حد زيها قسما بالله العظيم الا لما رب العالمين يزيدك ويعطيكي وانت قاعده في بيتك. تمام والله العظيم، زي ما بقول لكم، زي ما بيقول كده رب العالمين، ويرزق الدوده في الحجر. عارفه يعني ايه يرزق الدوده في الحجر؟ الدوده قاعده في الحجر والدنيا بتنطر والدنيا بتشتي والدنيا بايظه، وربنا يجعل لها رزقها يعدي من قدام منها، سبحان الله، عشان تاكل وتعيش وهي جوه الحجر. انا بحبكم جدا وبتمنى الناس ترجع زي زمان، تحب بعض، يبقى قلبها على قلب بعض ونبقوا كده ايد واحده. يا رب، يا رب يصلح الحال للجميع ويحفظ بلدنا، ويحفظ غزة وأهل غزة وينصرهم يا رب، واليمن وأهل اليمن وكل الناس اللي في كرب وفي ضيقة وفي شدة، ربنا يسترها معاهم، وأهل سوريا كل الناس يا رب. كترت معاكم وسرحت بيه فعلا في كرم ربنا. والله العظيم 3 كرم ربنا كبير جدا جدا جدا، الحمد لله. المهم، زي ما انتم شايفين طبعا لسه انا بعمل ايه، بلم المواعين اللي انا غسلتها وبديها لمحمد.
طبعا بعد ما دخلوا الدولاب ودخلنا الرخامه فوق الدولاب عشان ما فيش تراب ولا حاجه ينزل فيه. فانا دلوقتي انا بناوله الحاجات اللي غسلتها، وانا كمان بروح معاه. طبعا كل ده والغسالة الاطباق ما فيهاش الا دوره واحده وما خلصتش. وده لسه اللي على الرخامه اللي قدام منكم ده كمان عايز يتغسل، وحاجات عايزه تتنضف ويتشيل منها التراب. بس انا بلم اغسل غيره يتصفى واروح مدخلاه شايلاه في الدولاب. وهكذا محمود يحط لي فوق الرخامه يا عيني حبيبي، ويكنس ويلم. يعني اليوم ده كان كنيس ولم، انا بقى بكار اهوت ومحمود بيكنس والتاني بيلم، والدنيا ما شاء الله لسه في حلل تاني في اكياس. بص بقى عشان حطيتها في كيس الحلل دي نضيفه ما فيهاش حاجه، عشان كده بقول لكم حطوا الحاجات في اكياس واربطوها. انا لو كنت عملت كده من الاول ما كانش، بس قدر الله ما شاء فعل. آه، تمام يا بنات. في كل اللي انتوا شايفينه دوت بالمنظر ده. بصوا بس ما شاء الله تحس الرخامة عملت شغل، والمطبخ تحس ان هو وسع والدنيا بقت جميلة والحمد لله. على فكرة انا قعدت اقيس التلاجة بين الحمام وبين البتاع دوت، لقيتها ايه يعني هتخش للمطبخ بجنبك. تمام. فانا حبيت اقول لكم اهو معايا في الصورة، وانا هخليكم عملي وانا بنقل وتشوفوا التلاجة شكلها عامل ازاي، وهتشوفوا في الوش هي عاملة ازاي. تمام. فالله المستعان بقى. المهم انتوا ايه لو لسه ما عملتوش لايك تعملوا لايك، بحبكم جدا. وشوفوا بقى انا عملت ايه في الصالة. انا والاولاد سهرنا من بالليل لغاية الصبح والله العظيم 3، ورحت الشغل اقسم بالله العظيم 3. وبعد ما جيت في الشغل سبحان الله العظيم حسيت يعني ان الدنيا ايه، يعني الحمد لله في كل الاحوال. كانت الرطوبة عالية جدا جدا، حسينا ان احنا كنا بنتجمد النهارده. يعني الرطوبه عاليه جدا في اسكندريه يا جماعه. لو حد طبعا من اهل اسكندريه عارفين ان اليومين دول احنا بنمر بايه، بنمر بحاله تلج. تلج. وبيقولوا تبقى عادله شويه وتمشي. ويجي مشير بقى ايه يا حبيب قلبي، حبيب قلبي اللي امي كانت تقول لي ايه 10 و10 و10 ايه يا ام 10 و10، تقول لي 10 هوا و10 شتاء و10 مش عارف ايه، والله المستعان. خلاص بصوا. طبعا جينا بقى للمرحله بقى، بصوا كميه التراب اللي على الانتريه. فانا هشيل يعني انا هلم بص الحاجات اللي لسه ايه حوالين مننا كده نلمها وننضفها، ونبدا كده ايه الملايات دي نبرمها كده وننفضها على السلم. بص صواني هنا وحاجات هنا، حاجات غريبه حاجات غريبه قسما بالله العظيم. ارمي 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 ارمي، خلاص جبت اخري والله العظيم. دي حاجات الكهرباء بقى لسه ما كملتش. لسه شغل الكهرباء هيكمل، لان هو مستني الراجل اللي هيجي يعمل الجبسون بورد ده، ولا هو يعمل السقف هيركب الكهرباء. فليه لسه شغل الكهرباء هتكمل. رزق الكنبه خلاص فاطمه جابت اخرها. اقعدي اقعدي بتجوحي ليه. محمود بقى ينظف. يلا بقى يا محمود يشد حيلك بقى انت وبكر، عشان انا خلاص ما بقتش قادره. بس هي طقت في دماغي بالليل كده ان انا الم الدنيا دي كلها والله العظيم. بس الحمد لله. هينضف يروح ينفض كده ايه على السلم ويقفل الباب وراه عشان ما فيش حاجه تخش لنا من التراب ده تاني. طبعا احنا مش هنسيق، بس احنا هنحاول نلم التراب اللي حوالين مننا ده علشان يبقى الشغل كده ايه على نظافه، عشان لو يجي صنايع بقى بعد كده يجي ينظف. يعني يجي ينظف ايه، يجي يشتغل يجي يشتغل على نظافه تحس كده بحاجه حلوه. اه والله. مش قادره قسما بالله العظيم. غسيل المواعين كسر وسطي. هقول لكم على حاجه صحيح. هي بقى سافرت البلد، وهي قالت لي يا ماما انا مسافره عشان جد الاولاد هيشوف الاولاد وجدتهم. فانا رايحه الكام يوم بتوع الاجازه دول، وانا هبعت لك ام ملك، وانا حسبتها عشان تيجي تساعدك وتعمل لك البيت. وانا صراحه اتضايقت يعني. يعني ليه تحاسبيها وليه تحطي على نفسك؟ انا بحب اشتغل، ده انا بحب الحركه اصلا وبحب الشغل. بس انا كل الحكايه ان انا لما بتعب ببقى زعلانه. فطول ما ربنا مديني الصحة والعافية مستحيل طبعا انا احط على حد ولا اجيب حد ولا الكلام ده كله. والله العظيم عشان انا طبيعتي بحب الشغل ما بحبش الرحرحة. بجد انا ست شقيانه طول عمري، فانا بحب اشتغل. يعني ربنا يديني الصحه لاخر لحظه في عمري ان انا اشتغل واروح واجي والكلام ده كله. فعلا كانت صلاه جامده جدا، وكان مجهود جدا على الست، وكانت هتتعب جدا. لكن حاجتي انا بتبقى بصدر رحم وبراحتي وابقى اعمل اللي انا عايزاه.
تمام. لكن هي يوم ما تيجي عندي مش هديها الشغل ده ابدا، ولا احط عليها ابدا ان هي بني ادمه زينا. يوم ما يخليها تيجي تساعدني، اخليها تغسل لي مثلا الانتريه، تصبنهولي عشان مش بنقدر نطوطي حاجات كده، ما تضغطش على. وزي ما انتم شايفين الصلاة كده يا بنات بقت زي الفل، وده فيديونا النهارده، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.